السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. معكم اسماء من قناه اسماء دار الضيافه. اليوم غادي نوجدوا اولا غادي نقادوا الطاجين ديالنا، نقادوا ليه المذاق قبل ما نبداو نطيبوا فيه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الطاجين باقي جديد. كما كتعرفوا الطاجين اول مره كتكون فيه واحد البنه اللي ما كتجيش زوينه وكتخسر لنا المذاق ديال اي مرقه طيبناها او اي حاجه درناها في الطاجين كتخسرها لنا. اذا حنا باش نحيدوا هذاك المذاق اللي كيكون ولا ديك البنه اللي كتكون في الاول في الطاجين، غادي نديروا واحد الطريقه اللي هي ناجحه 100%. ما عليكم الا تتابعوا لا فيديو ديالي من الاول حتى الاخير. هنا اول حاجه غادي ناخذ الطاجين ديالنا وغادي نغطيوه كامل بالماء. انا هنا غير وريتكم كيفاش، يعني غادي نغطيوه كامل بالماء، ولكن انا غادي نوضعه من بعد اما في سطل اولا في بانيو. الحاجه اللي غادي تكفاني فيها الطاجين هذا، خاص هاد الطاجين هذا كامل يغرق وسط الماء، يعني يتغطى كامل وسط الماء. اولا كتقدروا توضعوا الا كان عندكم البلاصه اللي كنغسلوا فيها المواعين، يعني هذاك لافابو، كديروا فيه الماء وكتسدوا البلاصه اللي كيمشي منها الماء، كتسدوها وكتعمروه مزيان بالماء وكتوضعوا الطاجين ديالكم. انا هنا فقط كنوريكم حيت ما بغيتش نجيب البانيو عندي كبير هو اللي غادي نوضع فيه هاد الطاجين هذا. هذه غتكون هي المرحله الاولى، وغادي نخليوه ليله كامله في الماء. ما تخافوا من حتى شي حاجه زعما تقولوا غادي تحل لكم الطاجين ولا غادي فاش غطيبوا فيه غادي يتفرق عليكم ولا شي حاجه نهائيا. غير تبعوا معايا هاد لا فيديو من الاول حتى الاخير وكونوا متاكدين بان هاد النتيجه هذه اللي غادي تحصلوا عليها من بعد ملي غتبغيو طيبوا الطاجين ديالكم اول مره غادي تعجبكم بزاف. صافي هنا كيف ما قلت لكم غادي نخليو الطاجين ديالنا الليله كامله وسط الماء. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الطاجين ديالي خليته ليله كامله، مازال ما درتوش غير بوحديتو، درت معاه واحد الطويجين اخر اللي هو طويل ديال الحوت. وانتم سمعوا الصوت اللي كيعطي فاش كتحطوا الطاجين، كيبدا يعطي واحد الصوت بحال هكا. صافي دابا غادي ناخذ الطاجين ديالي باش نبدا معكم المرحله الثانيه ان شاء الله. شفتوا حتى اللون ديالو كيتبدل شويه، ما كيبقاش اللون ديالو باهت، كيولي اللون ديالو باين اكثر. صافي هنا المرحله الثانيه غادي ناخذ هنا عندي الخضيره، يعني الخضره اللي كتبقى عندكم، ماشي بالشرط انها تكون خضره صحيحه او لا جديده. الخضره اللي كتبقى عندكم يعني البقايا ديال المطيشه، فاش كتكونوا تنقيو في مطيشه كتخليو هذيك القشور ديالها. كذلك البصل هذيك القشره ديالها كتخليوها، الربيع حتى هو هذوك العويدات كتخليوهم، كلشي يعني اي حاجه خضره عندكم في الثلاجه كتجبدوها. انا هنايا عندي خيزو غادي نقطعو، وغادي ناخذ كذلك القرعه غادي نقطعها. مهم اي خضره عندكم، كيف ما كتعرفوا حنايا ضروري فاش كناخذ وكنبغيو نجبدوا الخضره كنقطعوا واحد نص قرعه وكنخليو القرعه الثانيه في الثلاجه، كنقطعوا واحد شويه من الخيزو كنخليو خيزو الاخر في الثلاجه. يعني هذاك الشيء كامل اللي كيبقى لكم كتاخذوه كتجمعوه وكطيبوا به الطاجين هذا. الا ما كانش عندكم هاد البقايا د الخضر كديروا خضره صحيحه، يعني كتاخذوا خيزوه، كتاخذوا قرعه صينه، كتاخذوا كذلك مطيشه. هنا راه زدني خيزو، خضره اي خضره كتستعملوها، كتعرفوا الطاجين كيبغي الخضر. هنا راه عندي القشور ديال المطيشه وضعتهم في المجمد، كذلك الربيع بهذوك العويدات ديالو حتى هما درتهم. غادي نضيف كذلك الثومه بالقشور ديالها، هنا عندي بصله بالقشور ديالها غادي نضيفها. ماشي مشكل انكم تستعملوا القشور حيت هادشي كامل ما غاديش ناكلوه. كذلك هنا عندي غادي نستعمل الفلفله حلوه، انا هادو كانوا عندي في المجمد هذاك الشيء علاش، ولكن خبيتهم لهاد الطاجين صراحه. كيبقاو لي شويه الخضره كنجمعها وكنديرها في المجمد. وهنا كذلك عندي واحد الطريف ديال السلاوي. صافي هذه هي الخضره اللي انا استعملت. المهم كنستعملوا الخضره اللي كنطيبوا بها عاده الطاجين. صافي هنا الخضره ديالتي واجده، غادي نضيفوا عليها الزيت. بالنسبه للزيت غنديروا واحد الكميه اللي هي زايده باش هكا يتشرب لنا الطاجين ديالنا. غندير الملحه، كذلك الخرقوم عرق مطحون،
واحد الملعقه كبيره. كذلك غادي نستعملوا سكينجبير، حتى هو غنستعمل منه واحد الملعقه كبيره. قد ما عطيتو العطريه مزيان والخضره مزيان في الطاجين غيطيب لكم وغيجي بنين. كذلك التحميره واحد الملعقه كبيره، واحد الملعقه صغيره ديال الابصار. غادي نخلطوا هاد الخضر ديالنا وغادي نغطيو عليها ونوضعوها فوق من العافيه ونخليوها طيب على المهل. وكنبقاو مره نشوفوا الطاجين ديالنا. هنا راه باقي، يلا غادي تبدا تطلع فيه الغليه. غادي نحرك الخضر ديالتي مزيان صافي ونسد عليها الطيب. هنا الخضره ديالتي صافي بدات كتدبل، بدات كتطلق الصوص ديالتها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا خليته على المهل بقى كيطيب على خاطرو. واخا كيبان لكم ملصق ولكن معليش، انا اصلا بغيتو يلصق ليا شي شويه. وكنبداو نمعكو الخضره ديالنا بهذا الشكل هذا. هنا خيزو باقي ما طابش مزيان حيت قطعته غليظ، نتوما قطعوه غير رقيق باش هكا يطيب لكم دغيا صافي. وكنحاولوا هاد الصوص هادي اولا هاد الخضره هادي كنحاولوا نوصلوها حتى للجناب، يعني الطاجين ديالنا كامل خاصو يعمر بهاد لاصوص هادي. وباش يعمر لينا مزيان بلا صوص غادي ناخذ واحد الشيته اولا هاد البانسو وغادي نبداو نهزو لاصوص وندهنوا الجوانب ديال الطاجين حتى كنغلفوه كامل بهاد الصوص هادي كيف ما كتشوفوا معايا. الا بان لكم الماء ما كاينش كتضيفوا واحد شويه ديال الماء ماشي مشكل صافي. وكناخذوا كذلك الغلاقه حتى هي ما خصناش نساوها. هذيك القفاله اللي كنسدوا بها الطاجين حتى هي نديروا فيها هاد لاصوص من الداخل باش هكا كنسرعوا ديك العمليه وكيتنسم لينا الطاجين ديالنا وكيجي من بعد بنين. الطريقه هذه غتجيكم غزاله بزاف وغادي تنفعكم في الطواجن ديالكم كاملين. انا صراحه الطواجن ديالي كاملين كندير لهم هاد الطريقه هذه، هي اللي صدقات معايا حيت كاين واحد الطرق اخرين ولكن ما صدقوش. كتبقى ضروري هذيك البنه، كتبقى ديك البنه ديال الطاجين اللي ما كتعجبنيش وكتدوخ صراحه ما كتجيش زوينه وكتخسر لك المذاق ديال الطاجين ديالك. هذاك الشيء علاش انايا درت معكم هذه الطريقه هذه. كيف ما نجحت معايا انا وكيف ما عجبتني انا ان شاء الله غادي تنجح معكم حتى نتوما وغادي تعجبكم صافي. هنايا كنبقاو الطاجين مره نجيو نشوفوا ولا كانت ناقصه شي حاجه. هنا كتشوفوا هذيك الايد راه تحيدت ليا ولكن معليش حتى انا كنت باغا نحيدها لهذيك اليد حيت هذا الطاجين هذا محزم كيسميوه الطاجين المحزم. وهذاك الحزام اللي كان داير به طاح صافي معليش ماشي مشكل حيت ما كانش مزيره ليه المسمار ديالو هذاك الشيء علاش صافي. هنا الخضره ديالتي كنبقى نمعك فيها وكنضيف الا كان شي حاجه. هنا غنضيف الزيت. الطاجين هذا كيبغي شويه ديال الليدان بالزايد ماشي بحال الطواجن العاديين اللي كنطيبوا اللي كناكلوا حيت هذا اول مره انا بغيتو يتشرب مزيان غيتشرب ليا بهاد لاصوص هذه وكذلك بالزيت باش يجي الطاجين بنين صافي. وكنبقاو ناخذوا البانسو وكندهنوا الجوانب واخا الطاجين غادي توسخ لكم مزيان حيت هذيك لاصوص كامله كدوزوها عليه ولكن معليش هادشي كامل من بعد غادي تغسل وغادي نوريكم الشكل النهائي. غادي تشوفوا كيفاش غادي يجينا الطاجين. وراه واخا هكاك طالعه واحد الريحه زوينه داك الشيء ديال الخضره. كتعرفوا الخضره كتطلق واحد الرويحه زوينه ومع ديك العطريه طلعت واحد الريحه زوينه. خاصو غير شي طريف ديال الخبز ونغمسوا هاد الطويجين هذا صافي. هنا غادي ناخذوا كذلك هذيك القفاله ما نساوهاش حتى هي نبقاو كل ساعه فيما كنهزوا نحلوا على الطاجين نعريو عليه كناخذوا من هذيك لاصوص وكندهنوا. خاصنا ندهنوها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا نتوما. كناخذ لاصوص وكندهن حيت هي ما كيوصلهاش الطياب بزاف كيوصلها فقط هذاك البخار وهذاك البخار ما كافيش. اللهم كناخذوا من هذيك لاصوص وكندهنوا باش هكا كنسرعوا العمليه وكيجينا الطاجين بنين ولذيذ كيف ما غتشوفوا معايا وكيف ما حتى نتوما الا جربتوا هذه الطريقه هذه غيجيكم بنين صافي. وكنبقاو كل ساعه نجيو للطاجين وكنديروا هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا كلشي واضح لكم في الصوره. هنا خيزو صافي راه بدا كيطيب ليا. غادي نمعكو الخضره كامله نمعكوها ونخرجوا هذيك البنه اللي فيها.
حيت هاد البنه اللي فيها هي اللي غادي تبنن لينا الطاجين ديالنا وغادي يجي من بعد بنين ولذيذ. وضروري ما توصلوا الجوانب حتى هما توصلوا ليهم هاد العطريه كيف ما كندير انايا، حيت هاد الطريقه هذه والله الا حتى نفعتني. حيت في الاول كنت كندير واحد الطريقه اللي ما كانش كتعجبني، من بعد كيبقى ليا المذاق ولا ما كنحملش هذاك المذاق اللي كيبقى في الطاجين. صافي هنايا هاد الحزام هذا هو تحيد، ماشي مشكل، نقدر الا بغيت نرجعوه غير كتمشيو لهداك المسمار وكتعاودوا تزيروه وكياخد لا فورم ديال الطاجين. انا صراحه ما عندي ما ندير به، يعني خليته ماشي مشكل، خليت الطاجين غير هكاك عادي. غادي نرجعوا للطاجين ديالنا. نتوما شفتوا الخضره ديالتي كامله دابت، صافي ما بقاتش كتبان الخضره ولا كيبان داكشي كامل بحال المطيشه بحال لاصوص، كلشي نزل. الطاجين ديالي حتى هو تشرب مزيان، حتى من اللون ديالو كيبان لكم تبدل ولا اللون ديالو شويه ناصح، ما بقاش باهت. صافي وهداك الحراق اللي كيبان لكم هذاك الشيء كامل غادي يتحيد فاش غادي نغسل. صافي دابا غادي نطفي على الطاجين ديالي ونخليه. كذلك هنا عندي واحد الطاجين اخر طويل، هذا كان غادي ندير فيه الحوت ان شاء الله. حتى هو درت ليها الطريقه هذه نفس الحاجه، الخضره العطريه اللي درتها تما حتى هي درتها هنايا، والزيت، وغادي نسد عليه ونخليه يطيب حتى هو بخاطره. قد ما عطيتوه الطياب قد ما كيجيكم رائع بزاف وبنين. صافي هنا الطويجين ديالي بعد ما غسلته هذا هو الشكل ديالو، كيجي ملس ما كيجيش حرش ولا شي حاجه، كيبقى رطب وداك الحراق ديالو كلشي مشى. ودابا واجد لينا باش نطيبوا فيه الطويجنات ديالنا. كذلك القفاله حتى هي ما بقاتش فيها ديك البنه نهائي، ديك الريحه ما بقاتش فيها نهائيا. وها هو الطويجين ديالي واجد، اللي غادي نوجد به واحد طاجين سوسي كيجي رائع بزاف وغزال غزال. هنا راه كيف ما ساليت الطياب ديال داك الطويجين غسلته صافي مباشره طيبت فيه الطاجين ديالي. بغيتو تخليوه حتى للغد ليه وطيبوا فيه ماشي مشكل، المهم الا كنتو بغيتو طيبوا فيه هذيك الساعه تقدروا طيبوا فيه، كيجي رائع بزاف. والسر ديال هاد الطاجين هذا باش ما تبقاش فيه هذيك البنه انكم تعطيوه الطياب مزيان. قد ما عطيتوه الطياب مزيان قد ما كيجيكم بنين ولذيذ. وهاد الطاجين السوسي هذا غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي جا رائع بزاف وغزال ولذيذ لذيذ لذيذ ما شهيتكم فيه. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من هذه الوصفه هذه اللي انا عطيتكم، وتجربوها ان شاء الله حيت غادي تنفعكم. السلام عليكم.